إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا بابا غنوج بطريقة بسيطة وسهلة، وبطريقة من غير ما تتعبي نفسك في تقشيرها. مش هتقشريها، لا مش هقشرها، بس هاخد القلب بتاعها. طب ازاي؟ هنشوف مع بعضينا. اول حاجة هنحطها على النار، هنجيب معانا السكينة ونغزها كده عشان النار تتغلغل فيها وتسويها لنا. وبعد كده بعد ما تستوي هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنحطها كده على النار وهنفتح النار عليها، كل شوية تقلبي فيها لحد ما تتشوي. لما نشويها اوريكم نعملها ازاي. يلا بينا. كده حبايبي بردت معانا زي ما انتم شايفين كده، سقعت. هنعمل ايه؟ هنجيب معانا الاسترتش ده، طبعا ده موجود في كل مطبخ. هنجيبه ونفتحه كده بالراحة كده حبايبي. وهنجيب البتنجانة بتاعتنا هنحطها هنا كده، وهنشيل بس الجزء اللي هو اللي هنا اللي تحت ده كده حبايبي. هنفتحها من هنا كده، وهنجيب الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده وهننزلها كده حبايبي. نزلت كلها، حتى الفتافيت اللي نزلت ديت سيبيها. الحروقه بتاعت البتنجان بتدي طعم جميل قوي. هنعمل ايه؟ هنجيب الزيت بتاعنا اللي هو اللي نزل من البتنجان، زيت البتنجان هننزل عليه كده. وهنجيب الطحينه بتاعتنا كده، ننزل بالطحينه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك. وهنجيب معلقه توم مفروم. ونجيب الخلطه الجميله ديت، دي خلطه البطاطس. وهنجيب فلفل اسود، وهنجيب ملح بتاعنا، وهنجيب كمان شويه لبن كده حبايبي. وتهرسي بقى هرس جامد كده، تهرسي البتنجان كله مع الطحينة مع التومة مع التوابل، كله مع بعض ان شاء الله اللهم بارك. شوية بابريكا كده، ندعة بابريكا وندعة شطة، بس هي عايزة لها شوية طحينة تاني. نحط لها شوية طحينة ما شاء الله. كده حبايبي خلصناها. هننزل بيها في قلب الطبق بتاعنا، طبق التقديم. هنجيب معانا الزيتون زي كده، وهنعمل بيه ايه؟ هنرسم بيه العيون كده كده. وهنجيب قرن الفلفل ده كده. ايه رأيكم؟ بقى بابا غنوج تحفة. ايه رأيكم حبايبي؟ ده الشكل النهائي لبابا غنوج اللي احنا عملناه مع بعضين. ان عجبكم متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.